السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. الجنوب يشتعل، ساعة الصفر بين الرياض وأبو ظبي، وصنعاء تراقب. صفقة الظل تنكشف من عدن إلى تل أبيب، خرائط التقسيم تخرج للعلن. واشنطن ترتجف من الداخل، الحوثيون يربكون السباق الأمريكي. وانقلاب عدن الوزاري، سقوط آخر أقنعة حكومة التحالف. والمهرة على خط النار، تجنيد مقابل تجنيد، ومواجهة لا مفر منها. سقطرى تتحول لعين استخبارات، وباب المندب في مرمى الحسابات. صنعاء ترفع السقف، الرد قادم، والخرائط تتبدل. الإمارات تسحب البساط، والسعودية تبحث عن آخر موطئ قدم. من اليمن إلى العالم، معركة الإرادات تتجاوز الجغرافيا. فمنذ اللحظة الأولى لم يعد اليمن ساحة صراع محلية، بل صار عقدة اشتباك إقليمي ودولي تتقاطع فيها المصالح، وتنكشف فيها التحالفات، وتختبر فيها الإرادات. اليوم تتصارع الأحداث بوتيرة غير مسبوقة. الإمارات تشد الخيوط من قيادة أنصار الله، تقرأ المشهد بعين استراتيجية وتستعد لمرحلة كسر التوازنات. عدن لم تعد مجرد عاصمة مؤقتة، تحولت إلى مختبر سياسي لانهيار منظومة التحالفات. انشقاقات وزارية، نواب يبدلون، ولاءات، ومجلس انتقالي يفرض أمره الواقع بدعم إماراتي واضح، وإعلان تدشين وكالة عدن للأنباء، وإلغاء سبأ. ليس تفصيلا إعلاميا، بل إعلان سيادة ورسم حدود جديدة للنفوذ. هنا تسحب أبو ظبي البساط من تحت أقدام الرياض، خطوة بخطوة وبهدوء قاتل. في الشرق تتحرك المهرة كقنبلة موقوتة، تجنيد مقابل تجنيد، ودرع الوطن في مواجهة استيعاب آلاف المجندين تحت راية المجلس الانتقالي. الرسالة واضحة: من يملك الرجال يملك الأرض. والسعودية تدرك أن خسارة المهرة تعني فتح الخاصرة الشرقية وانكسار خط الإمداد السياسي والعسكري. سقطرى ليست جزيرة، إنها مفتاح تحويلها إلى منصة استخباراتية ولوجستية يغير قواعد اللعبة. في باب المندب، أمن السفن، مراقبة الممرات، والتحكم بعقدة التجارة العالمية، كلها عناوين تتجاوز اليمن إلى الإقليم والعالم. هنا تتلاقى مصالح تل أبيب مع حسابات أبو ظبي في مشروع يرى اليمن رقعة تقسم، لا دولة تبنى. والمفاجأة الأكبر جاءت من هناك: تصريحات، طلبات حماية، وذعر سياسي غير مألوف. للمرة الأولى يستحضر اسم أنصار الله في قلب الجدل الأمريكي الداخلي، ليس لأن صنعاء تريد ذلك، بل لأن سياسات واشنطن أوصلت الصراع إلى حافة ارتداده. الرسالة التي تلتقطها النخب الأمريكية: زمن الحروب البعيدة بلا كلفة قد انتهى. تقارير وتسريبات تتحدث عن صفقات ظل، وأدوار استخباراتية، ومشاريع تتجاوز العناوين المعلنة. حين تتقاطع روايات دولية حول تفتيت اليمن، يصبح السؤال: من يملك القرار ومن يدفع الثمن؟ الواضح أن التحركات في الجنوب ليست معزولة، بل جزء من لوحة أكبر. في مقابل الضجيج تقف صنعاء بثبات. أنصار الله لا يلهثون خلف العناوين، بل يبنون معادلات التجربة علمتهم أن الصبر الاستراتيجي يسبق الضربة السياسية والعسكرية. الجنوب اليوم يكشف هشاشة التحالف، ويمنح صنعاء فرصة تاريخية لإعادة تعريف الصراع بوصفه مواجهة مع مشاريع الهيمنة، لا مجرد حرب داخلية. الرياض أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في شراكة تستنزفها جنوبا، أو إعادة التموضع وفق واقع جديد. أصوات سعودية بدأت تعترف بأن خطر التفتيت أخطر من أي مواجهة تقليدية. الاعتراف متأخر لكنه كاشف. من مسقط إلى طهران، ومن موسكو إلى بكين، تقرأ اليمن باعتبارها ميزانا جديدا: من يربح هنا يعيد رسم خرائط النفوذ، ومن يخسر يدفع الفاتورة لسنوات.
هذه ليست نهاية فصل بل بداية كتاب جديد. اليمن اليوم يقف على عتبة تحول تاريخي، الجنوب يغلي، الشرق يتحرك والبحر يراقب، وصنعاء برواية أنصار الله ترى أن لحظة الحقيقة تقترب، إما دولة سيدة أو خرائط ممزقة، والاختبار الأكبر لم يبدأ بعد. لم يعد الحديث عن حكومة شرعية أكثر من غطاء لفظي لواقع متداعٍ. الانشقاقات المتلاحقة في عدن ليست صدفة بل نتيجة طبيعية لتحالف بني على تضارب المصالح. الوزراء والنواب الذين غادروا مركب التحالف أدركوا متأخرين أن السفينة تتجه إلى الغرق، وأن الجنوب يدار من غرف عمليات لا ترى في اليمن سوى مناطق نفوذ. هذا الانهيار يفتح فراغا سياسيا خطيرا، لكنه في الوقت ذاته يكشف حقيقة الصراع ويسقط الأقنعة. في موازاة السلاح تدار حرب اقتصادية شرسة، الموانئ تغلق وتفتح وفق الإملاءات، والعملة تستنزف، والرواتب تستخدم كورقة ابتزاز. في المقابل تراكم صنعاء خبرة في إدارة الندرة وتحويل الحصار إلى دافع للاعتماد على الذات. هنا تتحول المعركة من بندقية إلى معادلة صمود، من يصمد أطول يفرض الشروط. لم يعد الإعلام ناقلا للخبر بل صانعا للواقع، قنوات تمول بالسخاء لترويج سرادية التفتيت، وأخرى تحاول تجميل الفشل، ومع كل بيان متضارب تتضح فجوة الثقة. في الضفة الأخرى يبنى خطاب يمني مقاوم يربط الحدث بسياقه ويحول الخبر إلى وعي. هذه المعركة الهادئة هي التي تحدد مزاج الشارع واتجاه البوصلة. البحر ليس بعيدا عن البر، أي توتر في باب المندب ينعكس فورا على العواصم الكبرى. الرسالة القادمة من صنعاء محسوبة، لا تطلق عبثا لكنها تصل. شركات الشحن تقرأ ما بين السطور، والأساطيل تعيد حساباتها. هنا تتجلى معادلة الردع غير المعلنة، الأمن مقابل السيادة. القوى الصاعدة لا تنفعل بل تحسبها. موسكو ترى في الجنوب ساحة اختبار لتوازنات جديدة، وبكين تراقب الممرات البحرية بعين الاقتصاد. كلاهما يدرك أن استقرار اليمن الحقيقي لا يولد من التقسيم بل من تسوية تعترف بالوقائع. هذه القراءة تمنح صنعاء هامش حركة أوسع في الدبلوماسية الصامتة. بعيدا عن العناوين يبقى المجتمع اليمني رقما صعبا. القبيلة التي خبرت العدو والتحالفات المؤقتة تميل إلى من يحفظ الأرض والكرامة. شبكات التكافل والروابط الاجتماعية تشكل عمقا لا تستطيع الطائرات كسره. هذا العمق هو الرصيد الحقيقي لأي مشروع وطني. الجنوب اليوم أمام مفترق، إما الارتهان لمشاريع الخارج أو العودة إلى حضن الدولة الواحدة. الأصوات التي تعلو مطالبة بالسيادة تكشف أن المزاج يتغير. التفتيت قد يفرض بالقوة لكنه لا يعيش طويلا بلا قبول شعبي. أعلن البيت الأبيض عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بيع مقاتلات F-35 للمملكة العربية السعودية، إلى جانب شراء الرياض 300 دبابة أمريكية، في خطوة وصفها ترامب بأنها تضع العلاقات بين البلدين في مرحلة غير مسبوقة. كما أكد البيت الأبيض أن المفاوضات وصلت إلى اتفاقات بشأن الطاقة النووية السلمية ومذكرة تفاهم تمنح السعودية حق الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، ما يضع المملكة في موقع قوة لم يسبق أن حصلت عليه أي دولة عربية من قبل. وفي خطوة تاريخية صرح ترامب خلال مأدبة رسمية بأن السعودية أصبحت حليفا رئيسيا من خارج الناتو، لتصبح واحدة من 19 دولة حول العالم تحصل على هذا الوضع الاستثنائي. وفي تطور لافت، أعلنت حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثيين على لسان أحد القادة البارزين عن 6 شروط أساسية للسلام مع المملكة، مؤكدا أن الطريق إلى الحوار واضح إذا كانت الرياض جادة في السعي لتحقيق السلام. والشروط هي: 1. وقف العدوان. 2. فك الحصار. 3. إنهاء الوجود العسكري الأجنبي. 4. جبر الضرر. 5. إعادة الإعمار. 6. إطلاق الأسرى. وأكد أن هذه الشروط تمثل عرضا سياسيا مغريا، وأن الجماعة مستعدة للدخول في مفاوضات يمنية بعيدا عن أي تدخل خارجي. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه ملف التطبيع العربي بين السعودية والكيان تصاعدا، حيث صرح وزير الطاقة
في الكيان إلي كوهين بأن شرط إقامة دولة فلسطينية يمثل عقبة أمام الاتفاق، مؤكدا أنه في حالة تمسك المملكة بهذا الشرط فقد يتخلى عن التطبيع معها. مع ذلك أشار كوهين إلى أن الدعم الذي يلقاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من ترامب قد يسرع مسار التطبيع، وتوقع ضم المملكة إلى قائمة الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهام حتى في غياب الدولة الفلسطينية. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 حلقت فوق جنوب البحر الأحمر وخليج عدن وصولا إلى أجواء قبالة مدينة الحديدة في مهمة وصفها التقرير بأنها استطلاع ومراقبة مكثفة. وأكدت بيانات تتبع الطائرة أنها أقلعت من قاعدة الزفرة الجوية بدولة الإمارات، ما يسلط الضوء على استمرار اهتمام واشنطن بملف اليمن وحركة الحوثيين بالبحر الأحمر. في سياق متصل، تواجه الرياض خيارين رئيسيين في الوقت الراهن. المسار الأول وهو مسار التطبيع الكامل مع الكيان، ويشمل الاستفادة من الصفقات العسكرية والتقنيات النووية والذكاء الاصطناعي، ما يعزز نفوذ المملكة إقليميا ودوليا. المسار الثاني المصالحة مع الحوثيين وإنهاء الحرب، وهو الطريق الذي سيوفر استقرارا للحدود الجنوبية ويقلل من تكاليف الصراع العسكري، لكنه يتطلب التنازل عن بعض المطالب الاستراتيجية. الاختيار بين الطريقين لن يكون سهلا، فلكل خيار مكاسبه ومخاطره، ويترتب على القرار النهائي تأثير مباشر على مستقبل المنطقة. الرهان الحوثي في هذه المرحلة يتمثل في تقديم عرض السلام بشروط قوية يعكس تحول الجماعة من حركة مسلحة إلى طرف سياسي ذو قيمة إقليمية كبرى. العرض الحوثي ليس تنازلا مجانيا، بل يمثل محاولة لترسيخ دورهم كطرف مؤثر على الساحة الإقليمية واستغلال توقيت التحركات الأمريكية وللكيان لصالحهم. في الوقت نفسه المملكة مطالبة بالموازنة بين المصالح الاستراتيجية والتحركات العسكرية، مع ضرورة حساب تأثير أي قرار على الأمن القومي والاقتصاد الوطني. ومع استمرار التوتر بالقطاع والتحركات الأمريكية في البحر الأحمر والرهانة الكبرى على التطبيع، تظل المنطقة بأكملها على المحك في انتظار القرار السعودي الذي قد يحدد مستقبل الشرق الأوسط في السنوات القليلة القادمة. وتوضح التحركات الأخيرة من الإدارة الأمريكية، سواء عبر صفقات التسلح الضخمة مع الرياض أو من خلال النشاط العسكري بالبحر الأحمر، أن واشنطن تعيد صياغة سياستها بالشرق الأوسط. اليمن الذي ظل لسنوات ساحة حرب مفتوحة أصبح اليوم ورقة ضغط ومساومة تستخدمها واشنطن في سياق أوسع يشمل التطبيع العربي وتأمين خطوط الملاحة واحتواء النفوذ الإيراني. تشير تقارير أمنية أمريكية إلى أن نشاط الطائرات المسيرة فوق البحر الأحمر ليس مجرد مراقبة عسكرية، بل يهدف إلى تقييم جاهزية الفصائل المسلحة ورصد خطوات الإمداد وتحديد أقرب السيناريوهات المحتملة في حال فشل مسار السلام. من زاوية أخرى، ترى تل أبيب أن هذه أي تسوية يمنية سعودية ناجحة قد تفتح الباب لمرحلة جديدة من الاستقلالية السعودية في القرار الإقليمي، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص تأثير الكيان على مسار التطبيع. ولهذا تتحرك الدبلوماسية الإسرائيلية بشكل مكثف في واشنطن محاولة ربط ملف التطبيع بملفات الأمن الإقليمي، وخصوصا الجبهة اليمنية والبحر الأحمر. وترى بعض التحليلات للكيان أن الحوثيين يمثلون تهديدا مباشرا لمشاريع التجارة البحرية، وأن أي سلام سعودي حوثي قد يجعل تاريخ تل أبيب خارج الحسابات أو يفتح الباب أمام تفاهمات جديدة لا تصب في صالحها. المملكة تجد نفسها اليوم أمام أكثر لحظة حساسة منذ سنوات، فعلى الرغم من أن التطبيع يحمل مزايا عسكرية وتقنية هائلة، من الطائرات الحديثة إلى الذكاء الاصطناعي، إلا أن إنهاء الحرب في اليمن يمثل مكسبا استراتيجيا لا يقل أهمية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. تشير مصادر خارجية إلى أن الرياض تدرس نسخة معدلة من الشروط الحوثية بهدف الوصول إلى هدنة طويلة الأمد، على أن يجري التفاوض على النقاط الأكثر تعقيدا في مراحل لاحقة، مثل الوجود العسكري الأجنبي وقضايا الإعمار. من الداخل اليمني يتفاعل المشهد السياسي مع التطورات السريعة.
فبينما تتعرض صنعاء وتعرض شروطها للسلام بشيء من الثقة، ما زالت مناطق الجنوب تعيش حالة من الانقسام الحاد بين المجلس الانتقالي والقوى السياسية الأخرى، ما يجعل أي تسوية شاملة تتطلب معادلة أكثر تعقيدا من مجرد اتفاق ثنائي بين الرياض والحوثيين. كما تشير تقارير محلية إلى أن الجماعة تسعى لتثبيت سيطرتها على المحافظات الشمالية وتعمل على تطوير قدراتها العسكرية، في حين تتحدث بعض المصادر عن استعدادات لمرحلة ما بعد الحرب تشمل إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء. التحركات الأخيرة للطائرات الأمريكية بالبحر الأحمر ليست بمعزل عن التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع تزايد الهجمات على السفن التجارية ومحاولات فصائل مسلحة تهديد الملاحة الدولية. وتعتبر واشنطن أن البحر الأحمر اليوم خط الدفاع الأول عن مصالحها العسكرية والاقتصادية، ما يجعل اليمن وسوريا والقطاع المحتل ملفات متصلة بشكل مباشر بالخطط الأمريكية المشتركة بالمنطقة. تشير التحليلات إلى أن أي انفجار جديد بالبحر الأحمر قد يؤدي إلى تدخل دولي أوسع، وهو ما سيضع المملكة في موقف صعب بين تحالفتها الأمنية وحاجتها لتهدئة الجبهة اليمنية.